القعقاع ايوه يستاهل. قبل ما تحكم علي اسمع الكلام للاخير واحكم. انت بتحكم علي من البدايه. اولا الغلط مش من القعقاع، الغلط الاول من الدوله. ايوه مثل ما بتسمع الغلط الاول من الدوله. والله في مثل هذا الاماكن السياحيه السدود او مرتفعات او غيرها المفروض يفعلوا امنيات ويفعلوا حواجز بحيث ان السياح ما يوصلوش لمستوى الخطر، لانها بتحصل كثير وكم قد حصلت وكم. واكتب لنا اذا قد حصل معك شخص من اسرتك او من عائلتك توفى بهذه الطريقه او شخص تعرفه. طبعا يا طويل العمر القعقاع شاب مكافح ورجل، وكان يخرج لقمة عيشه من تحت التراب. كان يخاطر بنفسه من اجل لقمة العيش. حتى احنا في بعض الاحيان بنفعل اشياء مجنونة من اجل لقمة العيش بحيث انها ما تمس الكرامة والادب. وطبعا يا طويل العمر القعقاع كان ينزل فيديوهات ما بش فيها مخاطرة، وكان يناشد ما بش عمل قد وهذا رزقنا، ما يفعل ولا به اي تفاعل ولا به اي اقبال. اول ما كان ينزل فيديوهات فيها خطر كان الناس يتفاعلوا في فيسبوك والارباح تزداد، فاصبح عنده هذا مصدر رزق. فالله يرحمه واخس الناس لعنة الله على الاشخاص الذي بيقولوا هو خاطر بنفسه لا تودي نفسك للتهلكة. يا ابن عمي هذا لقمة عيش منها، ايش يفعل؟ لو انت رجال انك كنت توقفه عن حده وتبسر له عمل تساعده. احنا ما بنتي اراءنا الا بعد ما ينتهي الامر. بعد ما الاراء هذه ما لهاش اي فائده بنبدا ان احنا نتحرك ونتي اراءنا ونقتل بالفلاسفه والعلماء والفاهمين. بيقاتل علشان لقمة العيش. هذا الاشياء كانت توفر له لقمة عيش احسن من ما يمد يده للناس. تحياتي لكم اينما كنتم.